احنا في الحلقه بتاعت النهارده هنتكلم شويه عن مشاكل موجوده في فيلم صايع بحر، مش اخطاء في الفيلم، لا مشاكل عموما. انا عارف انك يمكن تبقى من الناس القليله اللي بتحبه، واصدمك واقول لك وانا كمان. احنا بس عندنا النهارده شويه كلام اقتنعت بيهم يا باشا، مفيش مشكله، ما اقتنعتش زي بعضه، احنا مجرد بنتكلم. طب ليه مكتوب في عنوان الحلقه انه اتعمل غلط؟ ويعني ايه اتعمل غلط اصلا؟ يعني ان الفيلم كان ممكن يتعمل بشكل افضل من كده بكتير، او بشكل معقول شويه على الاقل، لكن ده ما حصلش، وطلع في الاخر فيلم مشوه ملوش ملامح ولا فيه فكره ولا انت اصلا فاهم له دماغ. يعني انا لو فتحت ويكيبيديا مثلا ولا السينما وقعدت اقرا لك منه قصه الفيلم اللي بتبقى مكتوبه باكتر شكل مبسط في الدنيا، برضه مش هعرف اقول لك هو بيتكلم عن ايه. المشكله ان الفيلم نفسه مش عارف هو بيتكلم عن ايه، ولا محدد لنفسه خط ولا لون، ولا عارف اصلا طب هو فيلم كوميديا صرف يعني ضحك للضحك، ولا هو فيلم واقعي لازم يقدم حاجه. هما في الفيلم كانوا بيعملوا كميه مشاهد كوميديه كتيره جدا ورا بعض، ولما يحسوا انهم عايزين ياخدوا نفسهم من الكلام ده يقوموا فاصلين بمشهد لثواني معدوده بيتقال فيه كلمه ولا كلمتين جد، واللي هو صوت الموسيقى يعلى بقى ويخلوا شخص واحد يتكلم ويقول اكتر كلام مأساوي في الدنيا. المشكله انهم بعد الكام ثانيه دول بيرجعوا يكملوا وصلة الكوميديا من تاني، اللي هو احنا هنريح شويه ونريح المشاهد اللي تعب من الضحك وبعدين نبقى نكمل. فانت لا عارف تندمج مع واقعيه القصه والمأساة بتاعتها، ولا عارف تتجاهلها وتعتبر الفيلم كوميدي، ولا حتى تعتبره كوميديا سودا وتمسك العصايه من النص. انت بتبقى مشتت في فهم تصنيف الفيلم زي ما هو مشتت في السياق والفكره بتاعه بالظبط. الفيلم تحسه عايز يعمل 200 حاجه، ولا حاجه من ال 200 دول نفعت معاه. يعني مثلا تحس الفيلم كان عايز يركز على عرض حياه وصراعات الشخصيات الثلاثه حسن وعماد وابراهيم، والفيلم يطرح المشاكل اللي بيمروا بيها، وعشان نقول الحق يعني ده شبه حصل، لكن يا ريته ما حصل، لان اللي بيشتغلوا على الفيلم اكتفوا بالتركيز على شخصيتين بدل ثلاثه، وده خلى شخصيه هيما الثالثه بتاعتهم مهمشه جامد وشبه ملهاش لازمه حقيقيه في الفيلم، ولا رحنا معاها في اي مشهد لوحدها ولا عرفنا عنها اي حاجه. انا ما عرفتش اوصل للسيناريو الاصلي، لكن اكيد واحد زي بلال فضل مش هيكتب شخصيه رئيسيه بالكروته والاستسهال دول. اللي قدامي ده الفنان القدير ريكو بشخصيته الحقيقيه، مش شخصيه في فيلم وبس مقحم في الفيلم عشان يضحك ويغني مش اكتر. بص هنا بيقول للراجل انت عايز تنتحر؟ ده احنا شباب اهو بنفكر زيك يا عم. مش احنا شباب بس الحال من بعضه، وهين علينا نعمل زيك. طب شوف والله ما مقنع بجنيه، اصدقها منه هو بالذات على اساس ايه؟ شفت انا ايه هو بيمر بيه عشان لما صوت الموسيقى يعلى وريكو يتكلم كده اصدق واتاثر وافتكر مشاكله. ده ما خدش فرصه حتى طول الفيلم يتكلم عن نفسه او يحكي حاجه ليها علاقه بيه، كانه ما عندوش حياه حرفيا. هما بيروحوا ويجوا ويتنططوا وهو لسه واقف مكانه، ما بتحصلش في حياته اي احداث. وهنا المفروض هو مراقب شط اصلا، وفي واحد بيغرق فبيقول للحنتيره انزل انقذه، اللي هو ماشي يا اسطى تمام، سيبك من دورك في الفيلم، اعمل بلقمتك حتى، انت مراقب شاطئ مش بتاع انابيب. يا جدعان الراجل بيغرق، ده بيغرق فعلا. طب وبعدين انزل انقذه. حتى الحدث البسيط ده الشخصيه ما شاركتش فيه، ويا دوبك قالت لها كلمتين وكانوا مش متصدقين اساسا. اللي هو جرب تشيلها كده مش هتحس باي فرق. طب دي الشخصيه اللي المفروض مهمشه، حصل ايه مع الشخصيه التانيه اللي تركز عليها جنب شخصيه البطل؟ ولا اي حاجه. يا دوب ظهرت لنا حياتها في كام مشهد يتعدوا على الصوابع، وعرفنا حاجات بسيطه جدا عنها. عماد شاعر مبتدئ نفسه في فرصه وعايز يتشاف وكلامه يتقدر، لكن ما بيلاقيش ده، وبيوصل في الاخر انه يبيع كلامه وافكاره بفلوس لشخص بيستغل انه ما قدموش غيره. وكمان ما عرفناش مصير الكلمات اللي كان بيبيعها، طب بتنجح ولا بتفشل ولا ايه؟ ولو كانت بتنجح ليه ما شفناش حصرته ورد فعله على النجاح ده؟ مش بذمتك كنا هناخد مشاهد كويسه؟ قصه عماد كانت حلوه جدا وكان يجي منها كتير، لكن احنا شفنا بخل ملحوظ في المشاهد بتاعته، وتحس مشاهده كانت بتبقى بالقطاره كده، اللي هو مشهد كل فين وفين. واللي حصل مع الشخصيات ده ضيع على الفيلم فرصه كبيره انه يبقى اوقات فراغ، مثلا يبقى فيلم ثقافي هو بيتكلم في نفس معاناه الشباب، ما اختلفناش. كان زمان محنكين السينما النهارده وبعد 21 سنه بيتعاملوا مع الفيلم ده على انه فيلم ايقوني، وفيديوهات بقى كلها شبه بعض وبتحلل وتفعص في كل فريم في الفيلم، وكلام بقى من نوعيه على فكره صايع بحر مش فيلم كوميدي، ازاي تضحك على مأساة زي دي يا عديم الرباية يا سافل يا عدو السينما. الفيلم ضحى بفرصة انه يعيش ويبقى من الافلام اللي هتعلم مع جيل كامل، وساب كل ده واختار انه يخدم على البطل، لا وكمان يبقى فيلم كوميدي صرف عشان احمد حلمي الكوميديان يعمله. ساب فكرة الثلاث شخصيات اللي كان مبني عليها من الاول خالص على كلام الكاتب، واختار انه يركز على شخصية واحدة. ورغم انحياز الفيلم للبطل وتقديمه الكامل عليه، للاسف ده ضره ما نفعوش، لانه تجاريا عمل ايراد اضعف من الفيلم اللي قبله، وده بلغة السوق كان ممكن يأخر مرحلة تنجيم احمد حلمي اللي كانت يا دوبك لسه بتبدأ. يعني الفيلم لا نفع كفيلم فني ولا كفيلم حتى تجاري. وبرضه حته التركيز على شخصيه البطل ما جاتش على الفيلم بفايده. علاقات حنتيره العاطفيه مش اللي هي تشيل فيلم برضه، بالذات القصه بتاعته في الاول مع ميرت، واللي سيبك من ان هي اي كلام، دي كانت اسرع من الضوء حرفيا. يعني هو حبها فجاه واتخطبوا فجاه، وبقت امها ما بتقولش لا وعيلتها ما بتقولش لا برضه فجاه. وتطور العلاقات في الفيلم كان متصور فعلا، لكن التصوير ده اتقص وتحول لمشاهد صغيره متسرعه بمعدل مشهد من كل مناسبه. العلاقات في الفيلم ده بتخلص فجاه وبتبدا فجاه زي مشاهده برضه
تبقى قاعد في امان الله تلاقي المشهد خلص بقطعه غريبه كده تخليك تشك ان في مونتاج اصلا، اللي هو بالنسبه للمونتاج مفيش مونتاج، هما شويه مشاهد وهنرصهم وانتهينا ويغور تركيز المشاهد مش مهم. الفيلم تحسه بيجري بسرعه متسرع، مش اللي هو رتمه سريع، لا ده متسرع كده زي ما يكون بتسرع ريكورد عشان تنجز. ورغم كده برضو الفيلم ساعتين عباره عن مشاهد متسرعه ونهايه كمان متسرعه، ومشكله بدات فجاه واتحلت فجاه في اقل من ربع ساعه، ونهايه سعيده متكروته جامد عشان بس نعمل قفله للفيلم. خساره كبيره والله. انت لو جيت تبص على مشروع الفيلم مشروع طموح جدا. الفيلم كان المفروض يبقى 3 ساعات وكان هيبقى اعمق من كده، لكن انت في مصر سنه 2004 مفيش منتج هيعمل لك فيلم بالمده دي حتى لو كان حلو وفيه فكره، لان كان في حوار وقتها مخلي الافلام ما توصلش بالكتير يعني ساعتين، عشان لما تنزل في السينمات اللي ما كانتش كتيره وسعر التذاكر فيها قليل تجيب همها وتسد تكلفه انتاجها ويطلع منها مكاسب. حوار تجاري بحت، ياما دمر مشاريع وطلع مشاريع مشوهه. انت متخيل مثلا لو كان الفيلم اتعمل بالرؤيه الكامله للمؤلف كان هيبقى عامل ازاي؟ يمكن كان يبقى من اهم الافلام في الالفيه. العمل اتكتب في اواخر التسعينات وفضل متساب لحد ما يجي وقته ولحد ما يجي الناس اللي هينفذوه صح، وترشح له اسامي كتير اهمهم كريم عبد العزيز وعمرو واكد، واللي كان قرب جدا يعمل الفيلم بالمناسبه، لكن يعني حصل خلافات وراح منه الدور. صايع بحر كان تاني فيلم يكتبه مؤلفه بلال فضل بعد سيد العاطفي، وكان رابع فيلم يتنفذ من اعماله بعد حراميه في كيشي 2 والباشا تلميذ وخالتي فرنسا. يعني فتح كلام كده الفيلم اتركن اقل حاجه 5 سنين، والكاتب كان قدامه وقت كتير جدا قبل التنفيذ عشان يطور في السيناريو بالخبرات اللي اكتسبها. وحوار ان الفيلم يطلع منه في الاخر بالشكل الاقل من العادي ده حاجه تضايق بصراحه. عقليه الانتاج دمرت المشروع بتاعه زي ما حصل مع افلام كتير، اشهرهم طبعا وبلا شك ابراهيم الابيض. سيناريو الفيلم مغرق النت، خش اقراه وقارن بينه وبين العمل هتلاقي ان الفيلم اللي انت شفته كويس شغال تمام، لكن السيناريو كان عنده اكتر، وده في الاول والاخر فيلم متشال منه نص ساعه، ما بالك باللي متشال منه ساعه كامله بقى. رؤيه المؤلف مش هقول لك باظت، ده حرفيا العمل اتدمر بالكامل. المشاهد في الاخر اخد فيلم اقل من العادي، وعند بعض الناس كمان وصل لدرجه السيء البايخ اللي ما يتشافش، حاجه خلت العمل ما يشوفش مستقبل ويتدفن ويتردم عليه مع الوقت ومحدش يرجع له ولا يهتم لامره حتى. في النهايه صايع بحر اتحول من مشروع طموح كان يمكن يجي منه حاجه لفيلم مشوه ضايع واقع مليان مشاكل، اتحول لمسخ. وبس كده، ما اعتقدش ان عندي حاجه تانية عايز اقولها. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشوف القديم واستنى الجديد وكده يعني، ما تنساش تعمل لي فولو على فيسبوك كمان لو مهتم. بنتعرف من اول مشهد في الفيلم وفجأة كده وبدون اي مقدمات على علي الدقاق، شاب اسكندراني بيشتغل على تاكسي وابن وحيد لوالدته. علي ظهر قدامنا وهو على وشك انه يعمل اول عملية سرقة في مسيرته الاجرامية. هو مش حرامي اصلا ولا عايز يبقى كده ولا دي اساسا سكته، ولا هو شخص وحش حتى ولا مؤذي، لانك بتلاقيه في اول الفيلم بيلعب في نمر التاكسي اللي شغال عليه واللي هينفذ بيه العملية، وبيغير في النمر بتاعته عشان صاحب التاكسي ما يتضرش لو حصل حاجة. علي قبل بالوضع ده لانه كان محتاج قرشين عشان يكمل ثمن سفريته لايطاليا، السفرية اللي كانت من وجهة نظره هتغير حياته وحياة والدته للاحسن. علي فتاح خزن ماهر ورث الشغلانه من اهله ابا عن جد، وده اللي بيخلي الحرامي نبيل يستعين بيه في عمليه سرقه لشركه صرافه كان مجهزها ومحضر لها من بدري، لكن فرق التوقيت بين القاهره واسكندريه بوظ التخطيط والتجهيز دول وبوظ معاهم حياه علي كمان، لانه دخل هو ونبيل الشركه في غير ميعادهم، وده خلى يحصل التحام بينهم وبين فرد الامن اللي شغال فيها. الالتحام اللي وصل علي انه يقتل الراجل وهو فاكر انه بيدافع عن نفسه، ووصله كمان للتأبيده. ووصلنا احنا بقى لبدايه حلقتنا.